السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم مفاجأة. انزل معايا شوف المفاجأة. اهلا اهلا. جود. يلا راوند راوند ست. يس جود بوي. جود جود. كم ست داون. يا ولا. جود بوي. جود ستي. نو داون. يس لا كم ست داون. يس جود بوي. جود بوي. ناس كتير بتتكلم عن قصة ان الكلاب ما بتتعلمش وهي صغيره. معانا البطل ويسكي. راوند راوند سبين. يلا كام سبين سبين. ويسكي ما شاء الله، الله اكبر. قولوا الله اكبر في الكومنتات. عنده 54 يوم. ست. يس جود بوي. جود. يس جود بوي. كل ما بدأت مع كلب وهو صغير داون. يس جود بوي. كل ما كان احسن. ليه؟ في الطبيعه الكلاب دي ربنا خلقها اول ما بتبتدي الام تفطمهم. يلا راوند سبين سبين سبين. يلا سبين. هي جود بوي. كل ما اسف، عايز اقول لكم لما الام بتفطمهم بتبتدي في المرحله دي اللي هي من عمر 45 يوم تبتدي تعلمهم يكتشفوا الحياه الخارجيه ازاي. سبين. لا يلا سبين. جود بوي سبين. كم ست. يس. احنا دورنا بقى ان احنا نظهر في الوقت ده ونبتدي نعلم الكلب العادات اللي احنا محتاجينه يكون بيعملها وهو كبير ويكون شاطر فيها. سيت داون. يعني كل ما اتاخرت مع كلبك في تدريبه كل ما اكتسب عادات سيئه، بالذات لو انت ما عندكش خبره، وتغييرها بعد كده يكون اصعب. اما اللي بتعلمه له دلوقتي وهو صغير ستي. يس جود بوي. جود. كل ما كلبك طلع سوي ومريح قدام. وطبعا الموضوع بيبدا من اختيارنا للكلب. يلا اب اب. يلا سبين. يلا سبين. يلا جود سبين ست. يلا راوند راوند ست داون. يس جود بوي. يبقى بدايه الموضوع من ان انا اختار الجرو المناسب ليا من ناحيه طاقته، من ناحيه شخصيته ومشغلاته. وده اتكلمت فيه اكتر من مره في قصه ازاي نختار الجرو المناسب لينا. تاني حاجه ان انا ابتدي معاه على طول من دي 1 زي ما قلت لكم. لو انا متابع مع مدرب، المدرب ده هو اللي اختار لي الجرو بناء على الاختيار العلمي او الطريقه العلميه لاختيار الجرو. بكون مظبط مع المدرب ده ان من دي 1 وانا بستلم الجرو يكون المدرب موجود معايا في البيت علشان. يلا كم ست داون. يبقى الكلب داخل من اول يوم. انا كصاحب الكلب عرفت الرولز والطرق اللي بتعامل فيها مع كلبي. داون. يس جود بوي. والكلب كمان من اول يوم ابتدى يعرف ايه الحدود بتاعته في البيت وايه الحاجات اللي مسموح له يعملها وايه الحاجات اللي مش مسموح له يعملها. ليه بوريكم ويسكي النهارده؟ ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. الموضوع ملوش علاقه بالفصيله. كلب زينه، كلب كبير. الكلاب تقريبا كلهم زي بعض من ناحيه المشغلات. مش كل الكلاب بتتساوى، مش كل الكلاب تنفع للحراسه. يعني ممكن كلب صغير زي ده سيت داون عنده مشغل مهم زي البري درايف يصلح للحراسه، بس هو مش هيوفر اول سبب او يعني اول نتيجه من نتائج الحراسه ان هو الردع. ما حدش هيشوف كلب بالشكل ده بيقوم بالحراسه وهيخاف منه، هيستهتر فيه عشان كلب صغير. بس ده مش معناه انه الكلب ده ما عندوش المشغلات دي. اب. وفي كمان قاعده بقولها لكم من زمان: كل ما كان الكلب حجمه اصغر كل ما كان ذكائه اعلى من الكلاب الكبيره. ليه؟ لانه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى مديهم موهبه. لان حجمهم صغير فهم بيكونوا عرضه اكتر للافتراس، فبالتالي لازم يعتمدوا على ذكائهم في التخفي، في المطارده، حتى فرصهم في الاصطياد بتبقى قليله شويه. داون. يعني ده معناه ان الفصائل الصغيره حجما بتكون اذكى من غيرها من الكلاب المتوسطه الحجم او الضخمه. جود بوي. جود بوي. جود. يلا كم. يلا سيت. شاطر. داون. برافو. يس جود بوي.
فاكرين لما كنت بكلمكم على الهابي تيل ده؟ نو داون. ان طول ما الكلب بينفذ الاوامر وديله كده فهو سعيد مبسوط بيحب يسمع الكلام، وهو ده الفايده من الموضوع. اب انه كلب يكون بيعمل الاوامر عشان بيحبني، بيحب يسمع كلامي، مش بيعمل الكلام ده هو مجبر. يلا كم سبين، يلا 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 اب اب اب. جود سبين سيت داون. برافو جود بوي. اب. نستفاد ايه من الفيديو ده؟ ان احنا ندرب كلابنا من وهي صغيره. ما تسمعوش كلام الناس اللي بتقول لكم الكلب مش هيستوعب علشان لسه صغير. اللي هيقول لك الكلب بيسمع الكلام علشان التريت، كم هو لسه ما خلصش. سيت داون. بص هو عارف ان مش معاه تريت. يس جود داون. فاهمين قصدي؟ الموضوع موضوع تكرار، وموضوع ان احنا ازاي نخلي كلبنا في الاخر بعد ما يكون يتعلم يسمع الكلام من غير ما يكون في مكافآت قدامه. ده علم برضو، ومش اي حد بيعرف يعمله، لازم يكون مدرب شاطر. فانسوا الكلام اللي الناس بتقوله هي مش فاهمه او ما عندهاش علم. الكلب هو سمع الكلام اب، او فاهم ان ايدي فاضيه. اب جود بوي داون. يس جود بوي. يس. فاهمين؟ يلا خلي بالكم من كلابكم، واوعوا تنسوا لايك وفولو وشير لو الفيديو عجبك. داون. باي.